كلب لهم بالبطارية اللي معاك، ادوهم إشارة تانية. وكيف تآمن الخواجة إنه ما غدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر. الخواجة قال لي إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت إن مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه. العقل بيقول كده، لكن حرام نتهم الناس بالباطل. النور يا جاموس ابيض هتعملوني. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتهدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص هينزل فوق راسكم زي النطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش، لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا ولد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف بتبيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام. مش كده يا دياب؟ تحت أمرك يا خواجة، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا اسلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد أهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لأبوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الأول. اسكت انت يا ولد اخوي. خلاص كفاية، بلاش تشمتوا فينا الغراب. لما نعاود عن النجع نبقى نتحاسب، وعيلتك كلها تدفع ثمن الخيانة يا دياب. يلا يا عمي، أؤمر رجالتك يعاودوا على النجع. جهزوا نفسكم يا رجال، نعاود على النجع. معلش يا صاحبي، ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين. الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وابقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا يا رجالة، يلا يا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا يا عرعر. اوعى يا سعدور، ده شوال عاينة يا خواجة، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن، أحلى حشيشة. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين. انتوا بقيتوا رجالتي. لا، أنا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب. عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر، حط الشوال ده في عربية الخواجة، وانت يا سعدون قول للرجالة يجيبوا البضاعة من هناك. يلا. لا، فيش حاجة هتتنقل غير لما استلم الفلوس وأعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجة، كل الرجال اللي انت تشوفهم دول فطوع أنا، مش فطوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيده، حاسس ان فيه نصيبه هتحصل. ما تقولش كده، امال كفل الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التسريف مع الخيانه؟ مناع ولدك رايح وهو متاكد من خيانه دياب. السلام عليكم.
وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بن داري لحد باب بيته وسلمته لمرته عقيله. فت عايشونا زي ما قلت لك. فت ولقيت لي حراسه 10 تنفار مفنجلين عينيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم الكيف طول الليل. ربنا يستر يا رشيدة، ربنا يستر. يلا اعمل لكم يا رجاله، عايزكم انتم ماشيين تطلعوا من طريق التبه لفوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. انا بقول نزودوا عدد الرجاله اللي هيهجموا معانا. وانا بقول لها يا عمي احنا كفايه، بس ما حدش يضرب نار غير لما اقول له. خدوني معاكم يا ابويا، انا قاده وجدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجه بن يبقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالته. انت توقف مع الرجاله ورا التبه، وعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. واحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحه الثانيه للمغاره من هناك، وحنفاجئهم نعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. تشاهدوا يا رجاله وتوكلوا على الله، ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. توكلوا على الله، وراء يا رجاله. فلوس دي ناقصه 20,000 جنيه. يا سيدي اعتبرهم تمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك، خليهم يسهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجه وبضاعة تتحمل، ما تدقش عادي يا همام. يلا يا رجالة البندرية، اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعة. يلا نروح نحمل الفلوس. لما يا رجالي. معلش يا خواجه، تزعلش من همام ولد اخوي، لسه صغير برضك. يلا يا رجاله هموا. المجموعه دي تطلع من يمين الجبل هناك. المجموعه دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحه الجبل من الناحيه الثانيه. مجموعه الجمال على التبه فوق. يلا يا رجاله، والباقي يجوا ورايا. يلا يا واد هم شويه، هم. يلا تلحلح يا بو، اربط الشالجين. ايه ده يا دياب؟ سلامة الشوف يا خواجه. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنة ايه يا واد؟ يا نهار اسود، دي حنة صح. يا رجالة ادفع على باب الباب. ارمي سلاحك، اقعد، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من السلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه، انا محروق اكتر منك، وانت حسان تحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصروهم ونخلصوا عليهم. واللي ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نافوخك. طيب هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك خواجه، زرارك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقول لك. سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيلة كبيرة وممكن نجيبك لو كنت في كل تعبان. جاكم علموا الادب جدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع، عملنا ولا نقتل؟ خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه، ما فلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. واول واحد
اطلع بسرعة. اطلع بسرعة. عم نتقتل يا مناع، عم نتقتل. دور على مين يوصيهم شوفوا انقتل ولا لا. الخواجه بيني هربوا ما خدش فطار عم يا مناع. لو كان هرب تبقى مصيبه، ده خطر علينا كلنا. لازم اقطع عليه الطريق باليمه الثانيه واخلص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت على النجع وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي، ما تخافش، اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خدني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه.